12 مارس 1867 رجع من المكسيك 313 جندي مصري او تبع المملكه المصريه. ايه اللي وداهم هناك؟ راحوا هناك ليه؟ الله اعلم، وده اللي هنعرفه في حلقه النهارده من اما قصه عبره صحيح. في 1863 نابليون الثالث ملك فرنسا طلب من محمد سعيد باشا، قال له بقول لك ايه يا ابو سعيد، انا عندي مشكله كده، عندي شويه نوش في المكسيك وعايز رجاله من عندك عشان خاطر حل النوش اللي هناك. طب هو ليه وصلنا للنقطه دي؟ مش معنى يعني المكسيك يعني، وليه انت بتطلب مني اساسا؟ انا اعرفه. 24 يوليو 1854 تولى محمد سعيد باشا ابن الرابع محمد علي باشا الكبير حكم مصر. الراجل ده مسك 9 سنين، مسك من 54 لحد 1863، 9 سنين بالظبط. بس المشاكل كلها، الديون كلها حصلت من عنده، من النقطة من حكمه هو، إن هو اللي وافق على حفر قناة السويس، هو اللي وافق على مشروع الديسيبس، هو اللي اتدين عشان القناة تتحفر، هو يعني كل الدربكة اللي حصلت كانت من عهده هو، من بداية عهده هو. طب ليه نابليون طلب بقى؟ ان فرنسا كانت بدات تدين مصر، بدات هي اللي تدفع فلوس الحفر، وبدات هي اللي تصرف على كل حاجه. فلما يجي نابليون الثالث يطلب، اللي هو نابليون الثالث ده اللي هو امبراطور فرنسا، ملك فرنسا، اللي هو فرنسا اياميها كانت دوله استعماريه محتليه حوالي ثلث العالم، وانجلترا الثلث الثاني، والثلث الباقي متوزع بين البرتغال واسبانيا وايطاليا وشويه وبلجيكا. فكمان لي فلوس يعني، فطلب من محمد سعيد باشا، قال له بقول لك ايه يا ابو سعيد، انا عايز شويه جنود من عندك كده عشان في شويه نوش في المكسيك عايزين نحله. فالراجل ما كدبش خبر، قال له امان. قام باعت له 453 واحد من الجنود المصريين، وساعتها كانت المملكه المصريه بتضم مصر والسودان، فبعت له الجنود بتوعنا مصريين من المملكه، ان هم اساسهم معظمهم كان سودانيين. طلعوا من ميناء اسكندريه على ميناء طولون. انا في ميناء طولون هقول دلوقتي. لما راحوا ميناء طولون كانت القوى العسكريه اللي هتطلع على المكسيك جاهزه. طب ليه هيطلعوا على المكسيك؟ نابليون الثالث زي ما انا قلت من شويه هو ملك فرنسا اللي هي كانت استعماريه، كانت محتليه مجموعه من الدول، منهم المكسيك كانت بتفرض عليها نظام حكم. المكسيك كانت في 1822 نالت استقلالها وعملت انتخابات وعملت برلمان، لكن فرنسا اتدخلت لان حصل تعديل في الدستور، وقامت معينه امبراطور في المكسيك اسمه ماكسيميليان الاول. ماكسيميليان الاول ده يبقى ابن الارشدوق فرانز ارشدوق النمسا، اللي ابنه يبقى فرانز الاول امبراطور النمسا والمجر، اللي يعني هي العيله كلها اساسا في بعضها كانت بتحكم. طلعت القوات بتاعتنا، المجموعه بتاعتنا من ميناء طولون على المكسيك على طول مع القوى الفرنسيه عشان تنضم للفرنسيين هناك ضد الثوره اللي المكسيكيين عاملينها، لان المكسيكيين عندهم مشكله، كانوا عايزين يحكموا نفسهم، مش عارف ايه اللي مزعلهم، يعني عايزين يحكموا نفسهم. يا سيدي ما تسيبهم يحكموا نفسهم. وبعدين ماكسيميليان يعني ما مش مقصر، راجل ما شاء الله يعني شغال لنابليون الحساب. فوصلت القوة بتاعتنا المكسيك، طبعا لهم طابور عرض ممتاز فوق الرائع حسب ما وصف المؤرخين في العاصمة المكسيكية، واستلمت المجموعة بتاعتنا دورها في المكسيك. كان معظم دور المجموعة بتاعتنا في المكسيك التشريفات، انها تستقبل، انها تأمن، كان ليها مجموعة من المهمات الخاصة. لكن الفرنسيين اكتشفوا حاجة في المجموعة بتاعتنا ما كانتش موجودة عندهم. طبعا كان عندنا مشكلة قبل ما هم يكتشفوا الميزة. المشكلة ان المجموعة المصرية اللي راحت هناك لا بتتكلم فرنساوي ولا بتتكلم انجليزي ولا بتتكلم مكسيكي، ففي مشكله في اللغه بيننا وبينهم، هم لا فاهميننا ولا احنا فاهمينهم، وقعدوا يهاتوا هم اللي قدام بعض 10 سنين، لا دول فاهمين دول ولا دول فاهمين دول، والدنيا كانت هتبوظ منهم، تبقى باظ عميق.
الحاجة التانية فرنسا عشان تتغلب على الموضوع ده، ولأن فرنسا ما بتحاربش برجالتها بشعبها، دايما هي بتحارب بناس تانيين. يعني فرنسا احتلت الجزائر، لما احتلت فرنسا الجزائر خدت معاها طبعا ناس من الجزائر تحارب الجيش الفرنسي، زي ما احتلت مالي خدت ناس من مالي تحارب معاها، زي ما بتروح تحتل اي حته تاخد الناس اللي فيها عشان يحاربوا معاها. لكن ولادها لا، ما بيحاربوش، ولادها بيمسكوا المناصب القياديه في الجيش وخلاص. فهنا كانت المشكله اتحلت بان الجزائريين بقوا هم اللي بيترجموا من عربي لفرنساوي ومن فرنساوي لعربي. الجو في المكسيك ما كانش حلو للدرجه اللي تخلي الجنود بتوعنا يعرفوا يتاقلموا على الجو هناك. كان في مشكله في الجو هناك رطوبه قوي. احنا الجو عندنا مهما كان هو صحراوي جاف، لكن الجو هناك رطوبه قوي. غير كده الامراض اللي هناك مش معروفه بالنسبه لحوض النيل، امراض حوض النيل معروفه، الامراض اللي في المكسيك هناك غير معروفه، بدليل ان قائد المجموعه اتوفى بسبب الحمى الصفراء، والنائب بتاعه مات بعديها بشهرين 3 بسبب برضه الحمى الصفراء. في الواضح ان الامراض هناك مختلفه عن الامراض في منطقه حوض النيل. المجموعه المصريه اكتشفوا ليها الميزه لما كان في قطر طالع من العاصمه المكسيكيه ورايح على المينا، فهاجموا مجموعه من الثوار المكسيكيين كان عددهم 2000، واحنا المجموعه اللي على القطر 300 او 250. القائد الفرنسي المعركه الاول دارت فين؟ دارت في منطقه بين جبلين، وادي ما بين جبلين. قطر دخل اتزنق جوه، فجاه الثوار طلعوا يمين وشمال، القائد الفرنسي اترب قام واخد رجالته هوب طلع على الجبل، ساب الرجاله بتاعتنا في القطر، احنا نواجه مصيرنا، وهو قاعد فوق بيلوش وبعت واحد عشان يجيب الدعم من العاصمه المكسيكيه. الرجاله بتاعتنا ما كدبتش خبر، وبدا يحصل ضرب ما بين الثوار المكسيكيين وما بين الرجاله بتاعتنا، والرجاله بتاعتنا قابلوا بلاء حسن جدا، دليل ان في الاخر المكسيكيين ما قدروش عليهم وسابوا القطر وهربوا. قبل القطر كان فيه رعايه وكان فيه حاجات تانية. القائد الفرنسي بعت رساله للامبراطور نابليون الثالث والخديوي اسماعيل، قال لا الخديوي اسماعيل انت مش لسه قال يا عم محمد سعيد باشا في مصر؟ ما انا نسيت اقول لك ان هو بعد المجموعه بتاعتنا ما وصل الترون كان هو اتكل على الله وتوفى، ومسك بعده اسماعيل خديوي اسماعيل. المهم وصلت الرساله خديوي اسماعيل، خديوي اسماعيل قرا الرساله، قرا البطوله اللي احنا عملناها، فقام كاتب لهم جواب بيشيد بيهم ومقدرتهم وان هم ما خذلوهوش وان هو رافع راسه بسبب ان الناس دي عملت. الفرنسيين اكتشفوا ان دولت المجموعه دي تنفع تتحط في الخطوط الاماميه عشان تصد اي هجوم، وده الطبيعي ان انا كفرنساوي مش هحارب، انا هخلي اي حد يحاربني، انا هحارب بايدي ليه؟ فحطهم طبعا في الخطوط الاماميه، وهم ما شاء الله المجموعه دي كانت لا يشق لها وبار، محدش كان بيقدر عليها. معركه واثنين وثلاثه واربعه لحد سنه 1867 رجعوا لمصر تاني، بس رجعوا 313 بعد ما كانوا مسافرين عددهم 453. رجعوا اتعمل لهم طبعا تشريفه، الخديوي اسماعيل كان واقف في الشرفه بتاعت قصر عابدين بيروح لهم بايده وبيقول لهم شكرا للرجاله على اللي انتوا عملتوه ونخدمكم في الافراح ان شاء الله. رحنا ليه اصلا المكسيك؟ وليه اساسا العركه دارت هناك؟ ده يعني بيوجبوا مع بعض، الخديوي كان بيوجب مع امبراطور فرنسا، وامبراطور فرنسا بيوجب مع الناس. المكسيكيين في الاخر خدوا الحكم، عدموا ماكسيميليان الاول اللي هو ابن ارشدوق النمسا والمجر، وانتهت الحرب ورجعت الرجاله بتاعتنا، وبعدين الخديوي اثنى عليهم بتقنيات استثنائيه ورجعوا بلدهم في الصومال، وتوتا توتا خلصت الحدوته.